انا راجل قانون، مش عايز اقول استاذ قانون، انا واحد من اللي بيفهم في القانون، مش عايز اقول انا مؤلف كتاب في القانون، واحد من اللي بيفهم عنه في القانون. اللي يشتم مرتضى منصور، احمد مرتضى وامير واميره يخنوه تاني، فرتكوه وجزمتهم بدماغك انت ممدوحك بس، وكل الدلاليل. لبيب ده تافه اولا كده، ومن اصلا زملكاوي. جه لبيب اللي خرب الدنيا هو عباس في اللجنه الاولى. خلاص؟ الخراب عشان ما فيش تواصل. ما هو انت عايز نادي ياخد دوري وكاس والبطولات ازاي؟ هو في تواصل؟ هات لي مجلس اداره لما احنا قعدنا 4 سنين، شوف البطولات اللي انا خدتها. ايام محمود طاهر ربنا يشفيه ويحميه، وايام الكابتن الخطيب ربنا يشفيه برضه ويحميه، الاثنين كنت مثلا اخد 8 الاهلي 7، الاهلي 9 انا 8، يعني كنا ماشيين ايه؟ قريبين مع بعض. تمام؟ مش مشيتنا ليه؟ مخالفات ماليه. جت المحكمه قالت لك ده اشرف واحد هنا، ده اشرف واحد. اقول لك حاجه بقى، هو حلمي زموره دفع كام في تاريخه للنادي؟ خد كام بطوله؟ ما يجيش واحد من 50 من البطولات اللي خدتها. تمام؟ لكن احنا مش عايزينك بره. طلعنا قعدنا سنه وشويه بره، وجات لبيب بلجنته. لما جه لبيب اول مره عمل عقد لزيزو غير طبيعي. عمل له شرط جزائي 15 مليون جنيه ويمشي فري. ده ناس جايه تخرب مني. لبيب قول لمصر كلها طلع قرار مجلس الاداره اللي حول لك عضويتك الرياضيه الى عضويه عامله. ما انت عشان تبقى عضو عامل وانت كنت رياضي لازم يبقى في ايه؟ قرار مجلس اداره. طلعه القرارات كلها عندك. لا عامل عارف عمل ايه؟ زور يا بيه. قدم للمحكمه ايصال صوره ايصال انه مسدد مساهمه في نادي 6 اكتوبر تاريخه في 2000. انا عامل عقد ودافع فلوس انا ل 6 اكتوبر كلها بعد ما الدكتور كمال ضيع الارض كلها 129 فدان انا اللي جايبهم بصفه شخصيه. كنت عضو مجلس 2004. 6 اكتوبر 2004 يبقى انت ازاي متبرع 2000؟ احنا هنهرج يا معالي المستشار، احنا هنهرج يا معالي الباشا. ايه هو في ايه؟ ومع ذلك انا بقول له قدام مصر كلها انت مش عضو في النادي ورينا. مش انت عضو في النادي ورينا. انا ان شاء الله لو ما مشيوش بعد ما خربوا النادي هطلع الورق ده طبعا هوري الناس. الراجل مش عضو في النادي زي رئيس نادي. المهم طيب احنا مشينا وطيب عمل شكوى. انا تابعها؟ لا اللي جاي الموجود يتابعها. طيب النقاز عمل شكوى انا تابعها؟ المجلس الحالي اشمونج بونج ده عمل شكوى انا تابعها؟ مسؤوليتك خلصت، مسؤوليتك خلصت خلاص. لا انا اللي تابعت. بص يا بيه، هو سند في القضيه على انه هات لي انذارات واسم وكل دوت، بس انا ما بتكلمش عربي وكلها بالعربي. تمام؟ هو عادك بالعربي ولا بالفرنساوي؟ بالعربي. ادي واحد. 2 مش انا باعت لك فويس بصوته مرتين 3 بيكلمني انا وامير ان هو هيتاخر في السفر، انه والدته مش عارف اخوه جاي ايه. مش ده بصوته؟ ما قدمتوش ليه؟ ادي واحد. ده الناس جايين متعمدين يبوظوا يخربوا النادي عشان يجيبوا ممدوح بس اللي خارج مصر مش النادي بس. ادي واحد. 2 اشمونج بونج ده مش انا بعت لك فيديو تاني، فيديو هو قاعد لوحده مش عارف كان في دبي ولا فين، انه ملوش فلوس في نادي الزمالك وبيشكرني على اني اديته كل مستحقاته. ما قدمتوش ليه؟ خليت حكم يطلع. 3 حمدي النقاص قلت لك حمدي النقاص كسب اول درجه عشان انتوا خيبانين في الاستئناف هيخسر القضيه لان انا هو كان ليه فلوس يعني 4 اقساط. القسط بتاع شهر يناير انا كنت دافع في 11 قبليها ما قدموش. روح مديله $800,000 من عزبه ابوه هو العصابه اللي معاه. ايه اللي حصل؟ صدر حكم بعد ما اداله 800,000 باسبوع. النقاص هو اللي عليه فلوس. يبقى مين اللي بيدمر مين؟ وبقول لي اللي عمال تشيل وتحط في مجلس اداره مرتضى عشان كاره مرتضى، ما تحترم نفسك بقى يا اخي. احترم نفسك بجد. انت مش بتضر مرتضى، انا قاعد باشا والله العظيم باشا ومستمتع ومراتي فرحانه بيا والقطط وعمال اربي في تمام؟ باتشيكو مين اللي مشاه؟ مين مشى باتشيكو؟ مين؟ المجلس الحالي. مش هم؟ لا اسمها لجنه اعاره. عارف مجلس امتى؟ الناس تنتخبه. يا حضره الضابط عادل شريف انت عارف عملت ايه في النادي وانت اللي عامل القايمه. وخالد لطيف ضربوه جوه النادي وهددته الساعه 2 بالليل. وعندك وزير داخليه دكر لما عرف اللي عمله الضابط ده مشاه. ليه؟ لان دي دوله فيها مؤسسات فيها. طيب خالد لطيف مش طلع بيان الساعه 2 بالليل قال انا متنازل؟ الباشا كلمه لو ما مشيتش هحبسك. بقول لك ايه؟ احمد دعبس موجود من عيله الدعابسه كان مجلس اداره. قولوا مين كلمكم في مجلس الاداره وقال لكم هتتحبسوا لو ما مشتوش؟ كفايه شوفوا مين ده ومين اللي كان مسلطه عشان يعمل كده. تمام؟ طيب عندك باتشيك ومشلاك ومتلاك وايه ده كله ده؟ خلاص؟ طيب ابن شرقي كان قدامكم. ابن شرقي صاحب امير، هقول لك ازاي يزيد وجيد، صاحب امير جدا جدا كان نفسه يجي زي الساسي. خلاص؟ الساسي قال لك ايه؟ انا كل يوم قاعدين مع واد اسمه ابراهيم عبد الله واد عبيط. تمام؟ مين ابراهيم عبد الله؟ على الطلاق من بيتي ماليه عضويه في الزمالك.
اللي ماسكينه مش عارف ايه عشان اخوه متجوز بنت احمد سليمان. هي دي العزب. هو في حد يبقى عنده عزب ويدفع 200 مليون؟ تاني بقول اهو بتحدى 200 مليون جنيه مرتضى متبرع بيهم للنادي، واحد يقول له طب وبلدك اولى، روح شوف انا عامل ايه في بلدي، روح شوفه. شوف روحوا استاد مرتضى ومركز شباب مرتضى ومستشفى، كل ده روح شوفه خلاص. لكن انا بعتبر نادي الزمالك عندي ديني وطني مصر، نادي الزمالك كله ورا بعض كده ترتيب خلاص. طيب جاب كام لعيب؟ واد اسمه ياسر ده راح مشروه ومش عارف مين مشروه، وواد قصعد كده مشروه، مين دول؟ محدش بيحاسب يا باشا. ردموا 3 حمامات سباحه يا معالي وزير الشباب والرياضه، حضرتك نايم فين؟ ده ردموا 3 حمامات سباحه، ده ملاعب الاطفال عملوها ملاعب هوكي، ده ممنوع يغير معالم النادي الا باذن جمعيه عموميه ووزاره الشباب ومدير الشباب والرياضه اللي نايم. يا صبروت انت نايم فين؟ اصحى بقى، بقول لك اصحى. ولا عباس خلص على الواد الاولاني اللي اسمه احمد عبد الوكيل وخلص عليك انت كمان. فلما تيجي النهارده تكلمني في زيزو، ده ما بقاش زيزو يا جماعه. زيزو مين؟ ده زيزو شاف المرار. يعني لبيب ده تافه والله كده، اصلا زملكاوي. ومعظم العيال بتوع كره اليد في معاد حسام غريب ومحمد صلاح اسمه ايمن صلاح هم من الزملكاويه طول عمرهم، بيغيروا من بتوع الاهلي بتوع الكوره. لان فاروق جعفر يجيب جول كان حسن حلمي يديله 100 جنيه، حسن شحاته، طه بصري، كان بيبقى جواهم غل. تمام؟ انا بقول لك على مسؤوليتي. معظم العيال بتوع اليد مش زملكاويه، مصطفى الاحمر على الاشكال دي كلها. تمام؟ المهم اللي يشتم مرتضى منصور، احمد مرتضى وامير واميره يخنوه تاني فرتكوه. انت يا ممدوح بس بتخش النادي بصفه ايه؟ اصل انا اللي اشتريت النادي. ما تطلع تقول لنا من مين؟ ما تطلع تكشف المسؤول اللي باع لك النادي بالاعضاء بكله، ما تكشفه، اطلع اكشفه. لو انت راجل يا ممدوح اطلع قول انا اشتريت النادي من فلان ده المسؤول ده، وفلان المسؤول ده كانت صفقه، مرتضى يمشي بمجلسه وانا اجيب عيال دلاديل يخربوا النادي. بتطلع تقول مش انت راجل؟ اطلع قول مين اللي جابك. هو انت حضرتك بتعمل تويتات بمناسبه ايه؟ وحضرتك بتخش التمرين ليه؟ اصل انا ليا واد جوه اللي تامر اسمه شيكابالا، اللي هو ايه؟ شيكابالا اللي انا طلعته بالطرب بعد ما اعتزل وجبته بالاسماعيليه. لما جه هو ومدحت عدلو جمال عدلو وعمرو الجنايني اللي بيتنطط اليومين دول، ونسي ان هو لما كان في اللجنه خصم 8 نقط و3 نقط و6 نقط و9 نقط وخرب الزمالك. تتنطط دلوقتي يالا؟ انت ناسي انك في قضيه انت ممدوح عباس بتاع البنك بتاعك؟ انت ناسي انك ضحكت على حسين لبيب بعد ما كسبت القضيه منكم بتاعه البنك التجاري 12 محل حكم نهائي وبقى تستلم المحلات بعد ما اتفقت على 160 ولا 150 مليون مع الراجل المحترم رئيس مجلس الاداره كان اسمه هشام عز العرب، وبعدين جه بعديها الاخ حسن ومشونا. خلصت انت ب 12 مليون؟ انت ناسي انتوا خاربين الدنيا. معالي النائب العام الناس دي احنا مقدمين ضدهم بلاغات. انا بص مش عايز اقرص عليك. ليه بقى؟ لانك انت يعني في النهايه ممكن تكون مندفع بحبك للنادي، تمام؟ انما انت مفشوخ مش سايبينك.